بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ أبدأ كلامي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة المحتوى بتاعنا جميل جدا، ألا وهو الرز الريزو. الرز الريزو ده اللي بيتعمل في كنتاكي، وطبعا ايه بيبقى غالي جدا، واحنا النهاردة هنعمله في البيت بطريقتنا. وهيطلع كمان احلى. اول حاجة بحطها زي ما انتوا شايفين عيار هعمل النهاردة كيلو رز، فهحط طبعا زي ما انتوا شايفين قد معلقتين كبار كده زيت، وبعد كده هحط معلقتين زبدة. الرز الريزو بتاعنا النهاردة بيعتمد على الصوصات مش على البهارات. اهم حاجة في الرز ان بيبقى فيه صوصات كتير، والصوصات دي هي اللي بتديله اللون. وطبعا لازم اكون محضرة بصلتين كده كبار معمولين في الكبة. البصل برضو بيبقى جميل جدا في الوصفة بتاعتنا النهاردة، ومش هحمره طبعا. الرز واخد اللون من الصوصات، مجموعة الصوصات اللي اتحطت له. ودي اهم حاجة في رز الريزو، الرز اللي هو كنتاكي لازم نحط صوصات. طبعا انا هعمل كيلو رز، هنحط بقى مع بعض زي ما احنا حطينا العيار الزيت والزبدة مع بعض، بيديني نكهة تست عالي جدا. بصلتين كبار هعملهم في الكبة، وهنزل بيهم على المادة الدهنية بتاعتي بعد ما مساحت. طبعا بحط البصل، انا مش هحمر البصل خالص لان انا مش هعمل رز صيادية. انا هدبل بس البصل وابتدي احط المكونات بتاعتنا على طول. معايا طبعا بعد ما حطيت البصل رشة الملح. بعد كده هحط معايا المكون الأول، هحط معلقة كاري. أول ما بحط معلقة الكاري كده والريحة تطلع الجميلة، ابتدي أحط المكونات التانية. بعد ما حطيت معلقة الكاري طبعا معايا توم، معلقة توم ناعمة. مهمة جدا برضو في الرز الريزو. بعد ما بحط معلقة التوم والريحة تطلع، ابتدي احط الصوصات بتاعتي. اساس معايا طبعا الكاتشب زي ما انتوا شايفين. هحط عيار كده حلو، يعني قد 3 4 معالق من معالق الرز العادية، او بالمعالق المعيارية. هحط كده ايه بالمعلقة الوسط شوية كاتشب كده حلوين. طبعا في الحالة دي انا بهدي النار خالص، وبعد كده بنزل بالعيار الكاتشب بتاعي. وبعد كده بحط الصويا صوص، بحط برضو نفس العيار، او ممكن احط برضو ايه معلقتين كبار كده. ايوه احط كده معلقتين كبار من الصويا صوص. وبعد كده معايا الصوص الاساسي اللي هو الباربيكيو صوص، ده اساسي. بحط ايه يعني حبة حلوين كده، لان ده زي ما قلنا في بداية الفيديو ان الرز ده الاساس بتاعه الصوصات. هبتدي انزل كده بالصويا صوص، اجيب اللي هي الغامقة ما اجيبش الفاتحة، لان هي دي اللي هتلون الرز بتاعي. طبعا معايا اللي هي الصلصة الحارة، بحط طبعا على حسب الرغبة. لو في اطفال مش حابين، بس هي بتدي تيست حلو جدا وما بيبقاش حامي خالص، بس بتديني تيست حلو. هحط معلقة صغيرة مش هحط كبيرة على
3 مجات رز. دول 3 مجات رز عيار كيلو بالظبط كده، الا نص مج يعني. زي ما انتوا شايفين هحط الصلصة الحارة بتاعتي. هقلب بقى الصوصات دي كلها مع البصل، روايح طالعة بقى يعني كده. اكيد الرز ده هيطلع تحفة، عاملينه في البيت، طعمه هيبقى جنان وحلو جدا جدا وتغيير عن المعتاد. ومعايا اساسي برضو معلقة عسل نحل. لو ما عندكيش عسل نحل ممكن تحطي معلقة سكر. وطبعا انا استخدمت الرز المصري في الريزو النهاردة، ودوت عادي جدا. الرز المصري بيبقى جميل جدا. طبعا هي دي كانت المكونات بتاعتنا. وبعد كده هنزل بالثلاث مجات رز مغسولين ومتصفيين المية بتاعتهم، وهبتدي اقلب الخلطة دي كلها مع بعض. وهنزل بعيار المية بتاعي، هما 3 مجات رز، حطيت 3 مجات مية، ما كترتش لان في صوصات ومش عايزة الرز بتاعي معجن، انا عايزاه مفلفل كده وجميل. وطبعا هحط الملح بتاعي زي ما بحط في الطبيعي استخدامك للملح. هبتدي احط 3 مجات المية. حطيت الملح الحدق اللي انا طبيعي بحطه للرز، والملح ده بقى من اختيارك زي ما بتحبيه. هتحطي عيار الملح. هقلب كل المكونات دي طبعا، وبعد كده هغطي الحلة بتاعتي، وهخلي النار وسط عشان دي فيه صوصات مش عايزاه يعجن معايا، عايزاه يبقى. الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين شرب المية بتاعته، وزي ما قلت لكم بحطه على نار وسط مش عالية قوي. وزي ما انتوا شايفين بجد بصوا عامل ازاي، يعني هو خلاص اتشرب. هسيبه بس دقيقتين وهطفي عليه النار. ريحته وطعمه بجد بجد في منتهى الجمال. هجيب بقى طبعا هو كده يعني كده خلاص في تمام السوا بتاعه. هبتدي بقى ايه، اجيب علب بتتباع عادي في المحلات عشان نديها لاطفالنا علشان يحسوا ان هم اكلوا رز من بره بس بطعم البيت الجميل النضيف الطازة. زي ما انتوا شايفين انا جايبه هنا هي علبه عندي، فحطيتها حطيت فيها الرز. وطبعا هنا الرز بيتاكل ونحط عليه الاستريبس بتاعه ويبقى دي وجبه جميله جدا. بص الرز لونه وطعمه تحفه، وما خدش وقت مننا وعملناه في البيت، ما اشتريناهوش من بره. حاجه جميله جدا جدا. رز الريزو بالوصفه دي اعتمدوها، جميله جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.